علمي ولا ادبي؟ هتختار ايه؟ احنا لو دخلنا علمي احتمال كبير جدا اننا نعيد السنه، اما لو دخلنا ادبي فاحتمال كبير جدا برضو اننا نعيد السنه. باباك ومامتك بيحبوا كليات القمه، وكليات القمه موجوده في العلمي، سواء علم علوم او علم رياضه. علشان كده بنبص لبتوع علمي بطريقه ولبتوع ادبي بطريقه. الولد ده هيطلع باشمهندس وبنتي الدكتوره، لكن انت عايز تبقى ادبي، هتطلع ايه؟ يعني لما احب اتفشخر قدام صحابي اقول قبل اسمك لقب ايه؟ مش كفايه فلح يا جماعه بقى؟ خلاص المجتمع كله بقى متعلم الحمد لله، ملهاش لازمه بقى اجواء دكتوره القريه اللي احنا عايشين فيها دي. الفلاحين زمان كان ليهم حق يقدسوا العلم والمتعلمين، وخاصه الدكاتره والمهندسين. ما كانش في حد بيعرف يقرا ولا يكتب، ده اللي متخرج من ثالثه ابتدائي كان بيعتبر معاه شهاده، هي مش ثالثه ابتدائي شهاده. انا مشكلتي الحقيقيه مع الابيوز اللي بيحصل من الاهل لاي حد في ثانوي. هو مش ابيوز بس، هو ابيوز وتنمر وكلام سم بقى في الرايحه والجايه عن الفاشل اللي هيدخل ادبي، فاشل العيله، ومعايرات ومقارنات ويسودوا لي المستقبل، وكأن الشغلانات كلها حرام لو مش مهندس او دكتور. يعني مش هيلنا هم المستقبل اللي مش في ايدينا من دلوقتي، لا وعايزينهم ينجحوا كمان. طب هيركز في هم المذاكره ولا يشيل هم المستقبل؟ سؤال بقى، هو انتوا ليه مش بتطمنونا؟ خليكم في ظهرنا. طيب مش لازم بالفعل او بالقول، عادي ممكن بالسكوت. لو ما عندكش حاجه كويسه تقولها ما تقولهاش. لو سكت محدش هيقول يا رب الاب اللي سكت اهو. هتدخل التخصص اللي على مزاجي علشان تدخل الكليه اللي انا عايزها، هتبقى ابني وحبيبي. غير كده يبقى حسبي الله ونعم الوكيل في الخلفه العره اللي انت مخلفاها لنا يا نوال. الله، وانا مالي يا لمبي؟ لو حاولت بقى تصلح له وتقول له ان الخلفه العره دي هو مشارك فيها بالنص مع نوال، يبص لك بانبهار. طب ما انت حلو اهو، ما تدخل علم علوم وتبقى دكتور تحاليل. هو مش بس اختار لك الكليه، هو اختار لك تخصصك جوه الكليه. واشمعنى دكتور تحاليل؟ علشان تقيس لي الضغط والسكر ببلاش. طب ما اجيب لك جهاز ضغط وسكر ديجيتال وهديه وتسيبني في حالي في 2023 ولسه الناس بتشوف بتوع ادبي عيال فاشله علشان مذاكرتهم سهله، علشان ادبي كله حفظ، فاكيد مواده سهله. انا مش هرد عليك، انا هسيب العيال بتوع ادبي المرفهين دول هم اللي يردوا عليه. الناس عايزين يشوفوا طالب العلم ده متداس على وشه. ايه ده؟ حاطه ميك اب عايده السنه، خلصانه فاشله. ايه ده؟ بتخرجي وعندك صحاب وحياه بره الكتاب في سنه وبتتمرن وكمان محافظ على مواعيد التمارين زي مواعيد الدروس؟ ده انت كده مش نافع خالص. مره بنت من اوائل الثانويه العامه كانت لابسه شيك وميك اب لذيذ جدا، وباباها كان قاعد جنبها راجل كيوت وشيك جدا برضه، وبيتكلموا عن ازاي بنته طلعت من الاوائل. الناس بقى علقت على المشهد ده ان اكيد البنت دي غشت او باباها ليه حد في اللجان جوه. هو في ايه يا جماعه؟ هو انتوا ليه مستكترين على الناس حياتهم؟ هو لازم الاول ده يكون معدم عشان نقول يستاهل؟ نظريه ال 24 قيراط لحست مخكم خالص. قله النظافه والعته الاجتماعي اللي انت فيه ده مش هيخليك الاول خالص، هتبقى مجنون والله ما بهزرش. مش كل ما زاد اهمالك لنفسك زاد نجاحك، ما بتمشيش كده. قوم استحمى. كفايه عنصريه بالتخصصات والكليات يا جماعه، علشان في شغلانات كتير قوي مش موجوده في جدول التنسيق. فلو انت بقى حيران بين علمي وادبي، ادخل اللي هتعرف تذاكره بغض النظر عن راي بابا وماما وخالتك وولاد خالتك واي حد معدي بيقول رايه فيه، علشان مفيش حد هيسهر يذاكر معاك ولا يذاكر لك. شير الفيديو ده مع باباك ومامتك واصحابك، شير يا جماعه، شير يمكن حد يلحقنا. ولو مش عامل فولو ربنا يسامحك.